معنا من جديد. يواصل المغرب مساعيه لتطوير وتحديث قدراته التكنولوجية والعسكرية لاحتلال مكانة مرموقة بين دول الغرب الأفريقي، كاشفا مؤخرا عن تطور لافت بانخراطه في صناعة الطائرات المسيرة. هذه المسيرات التي أعلنت الرباط البدء بتصنيعها شكلت محور بحث كثيرين لمعرفة الهدف الذي ستصنع من أجله، خاصة مع لعبها دورا حيويا في الحروب والمعارك الحديثة في العديد من دول العالم. وسائل إعلام مغربية كشفت عن أن الهدف من تصنيع المسيرة أطلس آي ستار أو أطلس إي ستار جاء لأغراض مدنية وعسكرية وأبحاث علمية وزراعية ومراقبة الحدود البرية والبحرية والهجرة السرية أيضا. فيما قالت شركة ايرو درايف انجينيرينج سيرفيس المتخصصة في مجال الطيران، قالت إن المغرب طور هذه الطائرة عالية الدقة لتلبية متطلباته الدفاعية، كونها مزودة بتقنية تكنولوجية تسهم في تنفيذ مهام جمع المعلومات والمراقبة. أما عن الجهة التي ستتولى صناعة هذه الطائرات البالغ عددها 1000 طائرة سنويا، فقد تشاركت كل من شركة أونداس أوبتيموس الأمريكية وشركة مغرب نيت المحلية في عملية الإنتاج. هذه المساعي المغربية في دخول عالم صناعة المسيرات وكبتها ثورة في صناعة قطع طائرة عالمية، حيث صنفت مجلة فوربس الأمريكية المغرب من بين 20 الأوائل للمزودين الرئيسيين للمصنعين العالميين الكبار للطيران التجاري والمدني مثل ايرباص وبوينغ. كما تزود المصانع المغربية يوميا مصانع سياتل في شمال غربي الولايات المتحدة وتولوز الفرنسية تزودها بقطع غيار المحركات وهياكل الطائرات وتجهيزات داخلية أخرى صنعت في المغرب. ووفق مراقبين فإن مستقبل القطاع أو مستقبل المغرب في قطاع صناعة وصيانة الطائرات واعد للغاية، كونه البلد المفضل لكثير من شركات الطيران الكبرى حول العالم. إذا لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من الرباط، نرحب بالدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا في البداية، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن الثقة المتبادلة ربما بين المغرب وأبرز حلفائه مثل الولايات المتحدة وفرنسا على سبيل المثال الحصر ساهمت بالفعل في دعم هذا التوجه المغربي في عالم التصنيع العسكري؟ هذا بالتأكيد على أساس أن الولايات المتحدة كما تعلمون كانت قد اعترفت منذ دجنبر 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وذهبت بعيدا في ذلك إلى مزيد من تطوير مناورات الأسد الإفريقي التي لا يشارك فيها المغرب بمفرده، ولكن إلى جانب أكثر من 20 دولة من إفريقيا وعدة بلدان أخرى. ثم ثانيا فرنسا التي يظهر واضحا أنها غيرت توجهها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية المغربية، بحيث وجه الرئيس ماكرون إلى العاهل المغربي رسالة واضحة في الذكرى الفضية لعيد العرش يقول فيها بأن فرنسا منذ الآن تعتبر أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 من مجلس الأمن يبقى هو الورقة الوحيدة والوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع الصحراء. ثم ثانيا يعتبر أنه منذ الآن حاضرا ومستقبلا فلا يمكن أن تندرج الصحراء إلا في إطار السيادة المغربية. وتعلمون أنه مباشرة بعد هذه الرسالة والاجتماع الذي جمع الطرفين بالأمس وتوقيع اتفاقيات، كانت هناك 22 اتفاقية ليست فقط في مجال تصنيع الطائرات أو المسيرات، ولكن في مجالات متعددة بما فيها الطاقة النظيفة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، بما فيها المياه وتوجيه مثلا الهيدروجين الأخضر إلى فرنسا مع عدة بلدان أوروبية أخرى. هناك تقريبا 10 مليارات من الأورو من وسائل الاستثمار التي ستركز كذلك على المناطق الصحراوية. بطبيعة الحال المسيرات إذا كان المغرب يتجه في هذا النسق فهو مرتبط بخلفية استراتيجية ترتبط بتصنيع قطع الغيار للكثير من الطائرات بما فيها الطائرة الأمريكية بوينغ وإيرباص
في تونس وفي دول أخرى. وبالتالي هذا توجه جديد للسياسات الاستثمارية المغربية. فيما يتعلق بالدرون المغربي بالتحديد أطلس آي ستار أو أطلس إي ستار كما يسمى في المغرب، بعض التقارير الصحفية تقول إن قدرات هذه المسيرات لم تنشر بالكامل، يعني هناك تحفظات على بعض الخصائص، فبالتالي هل يمكن أن نقول إن التحفظ على بعض المعلومات يعتبر مسألة سيادية يعني للدولة؟ هو في الحقيقة في الميدان العسكري لا أعتقد أن دولة ما تقوم بنشر كل التفاصيل عن المسطرات التي تتبعها. هناك أسرار عسكرية ترتبط بهذا المجال بالتأكيد، ولكن حسب المعلومات التي توفرت عليها أن جل هذه الصناعات، هناك تقريبا 89 طائرة مسيرة سيتم إنتاجها كل سنة، وربما النسبة الكبيرة منها ستهم أولا القطاع الزراعي. المغرب منذ اتبع منهاج ما يسمى بالمغرب الأخضر الذي يمدد الزراعات على أساس الطلب الذي تقدم عدة بلدان إفريقية، وبالتالي كمية الحاجيات المحلية والدولية. نسبة المهمة من هذه الطائرة ستخصص للمبيدات الخاصة بالإنتاج الزراعي وللمراقبة كذلك كما نعلم اليوم أصبحت مع تبدل حالات المناخ إمكانية وجود عمليات نيران كبيرة في المناطق الزراعية وفي الغابات، سيكون عدد منها مخصص كذلك لإطفاء النيران. وبطبيعة الحال اليوم جمع المعلومات أصبح أساسيا في كل الميادين، وهذا نوع وهذا نوع من الصناعات، عذرا على المقاطعة، يعني هذا نوع من الصناعات كما نعلم يحتاج إلى كفاءات من نوع خاص ويد عاملة من نوع خاص، فبالتالي هل يمكن أن نقول أن المغرب له من الثروة البشرية ما يمكنه من الاستثمار في هذه البنية التحتية العسكرية؟ بالفعل الاستثمار يتم في تعاون مع البلدان الصديقة التي له معها اتفاقية استراتيجية. تصوروا أن الاتفاقية التي وقعت بأمس مثلا هي اتفاقية من نوع خاص، هي اتفاقية استثنائية على الصعيد الاستراتيجي واتفاقية موطدة، وهذا يعني أن امتداداتها ستكون ليس بضع سنين ولكن لبضعة عقود. يعني الرقم الأول الذي أشار إليه الرئيس ماكرون هو 30 سنة، وبالتالي هذه اتفاقية استراتيجية معمقة ربما ستكون لها أبعاد مهمة على مستوى كل الصناعات. والمغرب كما تعلمون تقدم جدا في صناعة قطع الغيار للطائرات حتى المدنية وكذلك العسكرية، وبالتالي فسيكون من السهولة بمكان إدماج التقنيين المغاربة في هذا المجال. وربما حتى كل الشركات الكبرى للسيارات اقتنعت بإمكانية الشباب المغاربة الذين تكونوا في مدارس المهندسين بأن تكون لهم القدرة في فترة قصيرة جدا من الاندماج في هذا النظام الجديد، وهو ما أدى بالمغرب أن يصبح مثلا مصدرا لما يقارب 1,000,000 سيارة كل سنة. اليوم ندخل ميدانا جديدا وهو السيارات الكهربائية والبطاريات، وهناك اتفاقيات أخرى ليس مع فرنسا وأمريكا ولكن هذه المرة مع الصين. ربما المغرب سيكون هو منطلق الحزام للطريق أو ما يسمى طريق الحرير نحو إفريقيا وباقي البلدان المجاورة. فيما يتعلق بمسألة صيانة الطائرات العسكرية، هنا يقال أن السوق ربما التي تعتبر أولوية بالنسبة للمغرب هي السوق الأفريقية، نظرا إلى أن الطائرات أغلب الدول الأفريقية تعتبر قديمة نوعا ما، وبالتالي هذا نوع من الطائرات هو الذي في حاجة إلى صيانة. فهل يمكن أن نقول بالفعل أن السوق الأفريقية هي أولوية بالنسبة للمغرب؟ هي بالتأكيد أولوية. لا ينسى أحد بأي حال من الأحوال أن المغرب اليوم يعتبر إفريقيا هو المستثمر الأول في مجموع إفريقيا الغربية، وهو المستثمر رقم 2 في مجموع القارة بعد جنوب إفريقيا. وبالتالي هذه الوضعية ستزداد تقدما مع بناء هذه المنظمة الجديدة وهي منظمة الأطلسي التي تضم 23 دولة إفريقية على المحيط الأطلسي، وتبعتها كذلك مجموعة بلدان الساحل ذات الحدود المغلقة التي ستستفيد من هذا البرنامج. وبالتالي المغرب سيكون محطة أو منصة استراتيجية لتعميم هذا التعاون ليس فقط مع فرنسا والاتحاد الأوروبي كما قرر بالأمس، ولكن كذلك مع بلدان كبرى مثل الصين الشعبية ومثل الولايات المتحدة ومثل حتى الدول الصاعدة مثل تركيا. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من الرباط دكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ